محتاجين نتكلم عن اللي بيحصل في 3 حلقات من مسلسل رينجز اوف باور، تقريبا اكتر من 3 ساعات، فهل فيهم حاجات تستحق كل الوقت ده؟ وبما ان بقالي اكتر من شهر مش بنزل هنا حاجه على القناه، وانا عارف ان انا مقصر بصراحه، بس يعني انا عايز اتكلم دلوقتي. تحليل لاول 3 حلقات، تفاصيل ممكن تكون فاتتك، وده طبيعي، احنا بنتكلم عن عالم كبير وشخصيات اكتر. بس مهم قبل ما نبدا بالمفاجآت والحاجات الغريبه اللي في الموسم الثاني، محتاجين ملخص سريع كده لاخر حاجه حصلت في الموسم الاول، اللي كان مركز مع جلادريال. كل الحلقات بنشوفها بتودع اخوها بعد ما مات، وبتاخد الخنجر بتاعه، بتتعهد انها تبدا رحلتها في البحث والانتقام من ساورون، بعد ما شفناها في الموسم الاول لما كانوا في المكان الثلجي اللي ظهر فيه ساورون لاخر مره. وطبعا في الموسم الثاني عرفنا ان وجود ثلج في اي مكان ده معناه ان ساورون كان موجود في المكان ده. طبعا في المشهد ده جلادريال كانت بتفايت الترول، ودي واحده كانت من اسوأ الفايت سينز اللي شفتها في عالم سيد الخواتم كله. محاوله فاشله خلت الملك جلجلد يعلن انتهاء الحرب، وجلادريال لازم توقف كل اللي بتعمله عشان توصل لساورون، لان وقتها ما كانش فيه اي دليل على وجوده. من الحاجات اللي كانت عامله مشاكل للموسم الاول وهي قصه الهارفودز، تحسهم كانوا مفصولين عن العالم، انت يعني بتحس الاحداث اسرع لما ما يكونوش موجودين في الحلقه. والهارفودز ما نقدرش نقول عليهم هوبتس، لان فانز الروايات مش هيسمحوا لك تقول عليهم كده. هالبرند او سارون في الموسم الاول كان بيبدا خطته، بينقذ جلادريال من الغرق، ومن بعدها بدات تثق فيه. ولو لاحظتوا بدايه الموسم الثاني في الحلقه الاولى شفنا نفس الاحداث اللي حصلت في اول حلقه من الموسم الاول، بس المره دي كانت من وجهه نظر ساورون، لان احنا في الموسم الاول شفنا جلادريال في حد بينقذها من الغرق، وقتها ما كانش في اي دليل او اي حاجه نقدر نعرف ان هالبرند ده هيكون ساورون في الاخر. دي كانت بدايه حمستني شويه بصراحه، وهنتكلم على كل اللي حصل بالتفاصيل. من الشخصيات القليله في الموسم الاول اللي عجبتني وهو ادار، من الالفز اللي تم تعذيبهم زمان لدرجه انه تحول للشكل اللي بقى عليه دلوقتي، قائد للاوركس بيعتبرهم اطفاله. وطبعا مش عايزين ننسى تقديمهم لشخصيه المفروض ان هي من اهم الشخصيات في العالم ده، حرفيا ما حدش كان مهتم. ايسلدور اللي كل ما كان يظهر في الموسم الاول يعني انا والله نفسي اهتم بس مش قادر، ملل مش طبيعي. وبنشوف نهايه الموسم الاول، ساورون بيكشف حقيقته قدام جلادريال، والموسم بينتهي في موردور بعد صناعه ال3 خواتم. قبل بقى ما نروح للموسم الثاني، ما تنساش لو دي اول مره تشوفني ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه، وممكن تعمل لايك للفيديو، خلينا نوصله 2000 لايك. وكل اسبوع هحاول ان انا اراجع الحلقه الجديده اللي هتنزل من المسلسل، لان انا بصراحه يعني حابب اتفرج عليه، بس اتاكد ان انت مفعل الجرس اللي محدش بيجي جنبه غالبا. يعني بتبدا الحلقه الاولى بنشوف فيه تاج ساورون، وبنسمع حوار بيتكلم عن الشر اللي مهما هزمته في الاخر بياخد شكل جديد وبيرجع مره ثانيه. في المشهد ده بنشوف يمكن لاول مره ان ساورون وجيش الاوركس متجمعين في الاراضي الشماليه مش في موردور، لان الاحداث في الموسم الثاني في بدايه العصر الثاني من الميدل ايرث، بعد القتال اللي حصل بين الفالار وبين مورجوث، وانتهى بان مورجوث تم نفيه للفراغ. وكان معروف ان مورجوث قوته كانت موجوده في الاراضي الشماليه، بس قوه موردور اللي شفناها في الافلام كانت بعد كده في العصر الثالث للميدل ايرث. اول خطاب لساورون عشان يجمع الاوركس ويتوج كسيدهم مش بيمشي زي ما مخطط، لان يمكن لاول مره بنشوف ان ساورون ضعيف والاوركس بيتمردوا عليه، اللي حرفيا اسمه في افلام لورد اوف ذا رينجز يعني كان كابوس لاي كائن في العالم ده. بمجرد ما ساورون بيقول للاوركس ان اكيد في منكم هيموتوا عشان نقدر نسيطر على الارض الوسطى، بيبداوا يصيحوا ويتمردوا عليه. في لحظه عجبتني لما ادار قرر يقتل ساورون بالتاج، وكمان الاوركس ما كانش عاجبهم الوضع، فبنشوف هجوم جماعي بقى وهو في الارض. وفي اللحظه دي بنشوف ضوء ازرق بيخرج منه بيحول كل الاراضي القريبه لجليد، وده نفس اللي حصل في المشهد اللي كان في الموسم الاول. الموسم ده حصل فيه تعديلات كتير لمستقبل الاحداث. كان في مشهد معروف في الموسم الاول شفنا فيه ساورون واقف في شكله القوي، كل الاوركس متجمعين حواليه، بس هنا في الحلقه ساورون بيظهر بشكل بشري، فالكتاب قرروا يغيروا الخطه نوعا ما. هنا بنشوف السيمبيوت اللي هي المفروض روح ساورون بتحاول تلاقي جسم جديد عشان يقدر يرجع لشكل هالبرند. ومن الحاجات برضو اللي مختلفه عن الروايه ان ساورون كان كل ما بيموت بيحتاج وقت اطول عشان يرجع يستعيد شكله البشري، بس ده مش بيحصل في المسلسل، واظن ده طبيعي. انا كمشاهد مش مستعد ان انا افضل اتفرج على 3-4 حلقات عشان بس اشوف ساورون وهو بيرجع لشكله، انا كده كده عارف ان هو هيرجع، فيعني اختصارا للوقت. 3 حلقات من الموسم الثاني والمسلسل ما بقاش ماشي باحداث الروايات. عشان تستمتع بالمسلسل لازم تتقبل فكره ان انت بيتقدم لك قصه جديده بس هي موجوده في نفس العالم وفي احداث زي بعض، فانا الصراحه مش عارف هم ليه عملوا كده، بس ادينا بنتفرج. اول مشهد حواري في الموسم الثاني بنشوف هالبرند لما بيصادف واحد من خدم ملوك الجنوب، عرفنا ان السلسله اللي كانت معاه في الموسم الاول لمين. الحوار كان ممتع، بيتكلم عن فكره اختيار طريقك وانك ممكن في اي وقت تغيره. تخيل تتكلم مع ساورون وتقول له ان انت ممكن تبقى شخص طيب. ودي بس كانت الانترو للمسلسل، تلت ساعه ما حسيتش بيها خالص. وزي ما في حاجات عجبتني فانا ضحكت بصراحه على مشهد كده، يعني ما قدرت
فكرتش الصراحه اخده على محمل الجد لما جالادريال بتقول للملك جلجلد ان هالبراند هو سارون. ايه يا عم الرد ده؟ يا عم بتقول لك سارون، لو الكهرباء قطعت هعمل رد فعل اكتر من اللي انت عملته. بيستغلوا كره الناس لجلادريال الشخصيه اللي اتقدمت غلط في العالم ده، بيحولوه لحقيقه في القصه. لما بتتكلم مع إلروند انت شايف ان جلادريال غبيه وساذجه، بتشوف نفسها حكيمه وفي الاخر اتضحك عليها من هالبراند. فدايما إلروند عنده حق، جلادريال ما تستحقش تكون قائده ليهم بعد كل اللي حصل. من اسباب فشل الموسم الاول ان هو بدا مع شخصيه اتكتبت بشكل سيء، وممثله الصراحه يعني مش قادره اتقبلها لحد دلوقتي، ورد فعلها لاي حاجه بتحصل بتبقى كرنج بصراحه. بس ده مش موجود في الموسم الثاني لان التركيز بيكون على إلروند وكيليبريمبور، وشخصيه كيردن طبعا واحده من افضل الشخصيات في المسلسل. الجدال اللي بيحصل في اول حلقتين عن الخواتم، هل هنستخدمهم عشان نحارب سارون؟ يعتبر نفس اللي حصل في الافلام لما الالفز والاقزام والهوبيتس وجاندالف واراجون كانوا بيتخانقوا على نفس الموضوع وفي الاخر ما بيستخدموش الخاتم. وهنا بيحصل العكس، جلجلد وجلادريال بيستخدموهم وإلروند طبعا مش موافق. كلنا عارفين ان في الاخر سارون هيصنع خاتم واحد بيتحكم في كل الخواتم ومش هيكون ليهم اي فايده. بنشوف اول مشهد بين سارون وادار اللي بيكلموا على اساس انه ملك الاراضي الجنوبيه، بس في الحقيقه ده مشهد ممتع انك تشوفه وانت عارف ان هالبراند سارون وان كل ده جزء من خطته عشان يتلاعب بيه ويوصل لهدفه. لما بيقول له مثلا ما تقدرش تقتلني، هو هنا مش قصده انه مش هيقتله عشان المعلومات اللي عنده، لا عشان هو حرفيا مش بيتقتل. مش هتحس خالص ان ممثل دور ادار اتغير عن الموسم الاول. وبنشوف اول تقديم لواحده من الشخصيات اللي انا كنت متحمس لها للموسم الثاني، كيردن ذا شيب رايت. ما ظهرش تقريبا في الافلام غير في اخر لقطه وما اتكلمش حتى. واحد من الالفز معروف بحكمته، كلمته الكل بيحترمها لان دايما وجهه نظره بتكون هي الصح، وهو تقريبا من ضمن 2 أو 3 في تاريخ الالفز كلهم اللي كان عنده ده، وده لان عمره كبير جدا واتولد في اول مكان اتولدوا فيه الالفز في الميدل ايرث، ومش هيروح لفالينور الارض الخالده الا في العصر الرابع، يعني بعد ما كل الاحداث اللي هتحصل في الميدل ايرث. تاثير الخواتم بدا يبان في الموسم ده، قوتهم مع انهم خلقوا مشكله بين الالفز وبعضهم، نفس اللي هيحصل برضو مع الاقزام واكيد البشر. لمسه سارون وسحره كانت كفايه عشان يحول الخواتم لشر، وكيليبريمبور مهما كان عظيم فمستحيل حد يقدر يصنع شيء زي ده غير سارون. الراجل الغريب بيرجع لنا بين تاني، بنشوفه تايه مع نوري في الصحراء وكان في حد بيمشي وراهم، ونفس اللي حصل في الافلام مع فرودو وسام، بنكتشف ان بوبي هي اللي كانت ماشيه وراهم. بدات احس ان المسلسل ده قريب للافلام اكتر من الروايات نفسها لما تعمل ادابتيشن للادابتيشن نفسه، حاجه غريبه الصراحه. خطه سارون كانت ذكيه لانه قرر يتخلص من الالفز والاوركس في نفس الوقت، هيستفيد من الاثنين. الالفز هيصنعوا له الخواتم اللي محتاجها، وادار هيسيبه يمشي عشان يعرف له معلومات اكتر عن سارون. حاجه حلوه ان المسلسل ينزل منه 3 حلقات في نفس الوقت بحيث ان انت تقدر تفهم القصه رايحه على فين، ولو مش عايز تكمل المسلسل فانت تقدر يعني تحكم عليه بعد 3 ساعات. اصل في ناس كتير شافت الموسم الاول كانت شايفاه سيء، هيبقى عندهم فضول برضو يرجعوا يشوفوا الموسم الثاني ايه اللي هيحصل فيه، فال3 حلقات دول هيبقوا كفايه قوي ان انت تحكم يا تشتري يا لا. خزة دوم بتبدا تتدمر بسبب حفر الاقزام عشان يبحثوا عن الميثريل، فده كان شيء متوقع، وطبعا سارون وكيليبريمبور هيستغلوا ده انهم يقدموا لهم الخواتم لان هي الحاجه الوحيده اللي هتساعدهم. من الحاجات اللي انا كارهها بجد لحد دلوقتي في المسلسل هو تقديم شخصيه الراجل الغريب اللي لحد دلوقتي ملهوش اسم، وفي نفس الوقت بقت اغرب لما اتقدمت الشخصيه الجديده، ساحر جديد متوقع ان هو ممكن يكون سارومان او ممكن يكون واحد من البلو ويزردز اللي ما ظهروش خالص في افلام سيد الخواتم. دلوقتي احنا لا عارفين الاول هو جاندالف ولا لا، ولا التاني سارومان ولا لا. طب ايه امازون ايه؟ هنعرف اخر المسلسل يعني؟ اخر الموسم اللي فات لما الراجل الغريب قال جمله جاندالف المعروفه من الافلام Always follow your nose. Always follow your nose. بس في نفس الوقت جاندالف ما ظهرش في الفتره الزمنيه اللي بيتكلم فيها المسلسل، فالموضوع مش واضح لحد دلوقتي. وبعدين معروف ان سارومان كان دايما في جانب جاندالف ضد الشر لحد ما اتحول وبقى مع سارون، فازاي بقى الشخص ده هيبقى شرير من الاول كده وبعدين هيتحول طيب وبعدين يرجع شرير تاني ازاي؟ عندنا شخصيتين في مملكه الاقزام الاثنين اسمهم دورين، الاب وابنه. من الحاجات الايجابيه في المسلسل يمكن دي القصه اللي انا متعاطف معاها من الشخصيات وفعلا بستنى الحوارات بينهم. غير كده بقى بالنسبه لقصه الاقزام فانا مش متحمس غير لوحش البالروج لما يظهر ويدمر خزات دوم. انا مستني اشوف المشهد ده يتعمل ازاي. نيجي بقى لافضل مشهد في المسلسل لحد دلوقتي بين هالبراند وكيليبريمبور وهو بيتلاعب بيه عشان يصنع له خواتم للاقزام. بيعترف له انه مش هالبراند، مش بيقول له انه سارون، بس في نفس الوقت بيقنعه انه في جانب الخير، وبيستخدم قوته عشان يخليه يصدق انه واحد من الفالار. دول يعتبروا انصاف الهه في العالم ده، وفي الاخر بيقدم نفسه كاناتار لورد اوف جيفتس. مشهد كان ايبك بصراحه، الحق يتقال برضه
برضو انا مبسوط من تقديم اناتار. فمش عارف برضو عجبكم ولا لا، يبقوا قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. وبنشوف بقى الشخصيه المهمشه إيسيلدور اللي بيحارب العنكبوت، وزي ما حصل في الافلام، بس ده مش العنكبوت المعروف شيلوب، لانه مش هيكون بالحجم الصغير ده. شيلوب هو اقدم عنكبوت في العالم ده وعاش اكتر من 1000 سنه، فمش هيكون بالسهوله دي ان اي حد يقدر يهرب منه. بنشوف ظهور الانس لاول مره في المسلسل، وده في الغالب لان مفيش حاجه ضخمه هتهاجم الناس في الغابه الا لو كانت اشجار. الموسم ده فيه احداث كتير، وهنشوف اكتر من معركه هتحصل عكس الموسم الاول اللي يمكن ما حصلش فيه غير حاجه واحده بس، وهي صناعه الخواتم. بعد 3 حلقات بدات اشوف ان المسلسل اتحسن شويه عن الموسم الاول، شويه حوارات كده الواحد بدا يشوفها في الحلقات بيكون متاثر بيها. مشاهد الفايت سينز اكيد احسن من الموسم الاول، لان مفيش حاجه هتبقى اقل من اللي حصل في الموسم اللي فات. بس بصراحه المهمه صعبه ان هم يعالجوا كل الحاجات الغلط اللي اتعملت في الموسم الاول، لان انا حتى بعد ما اتفرجت على انترفيوز لصناع المسلسل هم معترفين ان هم مهتمين اكتر برسائل يقدموها من خلال المسلسل والقصه اكتر من ان هم يقدموا ادابتيشن للروايات. بس عموما اتمنى المسلسل يكمل برتم الاحداث السريع اللي شفته في اول الحلقات. وكفايه بقى كده على موضوع الراجل الغريب ده، مش معقوله يعني موسم و3 حلقات ولسه في شخصيه ملهاش اسم. عموما قولوا لي رايكم في اول 3 حلقات من رينجز اوف باور الموسم الثاني، هل ممكن يقدر يعمل الكومباك ولا الموسم الاول قضى على كل الامال في اننا نشوف ملحمه جديده في عالم سيد الخواتم؟ شكرا لانك وصلت لحد هنا في الفيديو، يا ريت ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا. لو دي اول مره تشوفني حابب ان انت تشوفني تاني ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده، يعني لو حابب ان انت تشوفني تاني. انا علاء اسماعيل موجود على الانستجرام، بنزل هناك ترشيحات افلام ومسلسلات، فلو مهتم او عندك اي اسئله اعمل لي فولو. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.